تخيلوا معايا رحتوا رحلة مع أصحابكم، كل شيء كان فايت مليح حتى تطيح عليكم فكرة وتروحوا تطبقوها، وفجأة كلش ينقلب. القصة تاع اليوم غادي تخلعكم شوية وإن شاء الله تعجبكم. سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تسمعوا في هذا الفيديو. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش ديروا جيم، ابوني، وخلوا لي رايكم في الكومنتير. في واحد المنطقة قديمة في القاهرة كاين مستشفى بناوه الانجليز كي كانوا محتلينه. المستشفى هذا كان خاص بالجنود وخرجوا عليه بزاف هداير باللي يسمعوا فيه بزاف صوالح، ومعروف بالحوايج اللي تخوف. المرضى يموتوا بلا سبب، العمليات الجراحية كامل يفشلوا، ما كانش وحده ناجحة. حتى الأطباء يتصرفوا بشكل غريب من يكونوا داخل المشفى، بس أخي يخرجوا منه يا ما يزيدوش يبانوا يا يقدموا استقالة تاعهم فجأة، ومع الوقت تبل. بصح اللي يسكنوا حداه يعرفوا باللي عمره ما كان خاوي. اي واحد يفوت من حداه يحس بحاجه ماشي نورمال، يحسوا برحشه وكي شغل عيون راهي تشوف فيهم. في عام 2019 4 شباب من الجزائر راحوا سياحة لمصر. كانوا مجمعين في واحد القهوة، وواحد الراجل من وراهم يهدر مع اللي كانوا معاه على هذا المستشفى المهجور جاي في البلاصة الفلانية، وهما يسمعوا فيه. واحد فيهم كان يحب هاد الصوالح قصص الرعب، وقال لهم وش رايكم نروح نصوروا في هذا المستشفى المهجور، نديروها مغامرة ونحطوها في اليوتيوب. صحابه تردوا شوية، بصح غلبهم الفضول، قالوا له صاي غدوة في الليل ندخلوا. راحوا يحوسوا وشراو شوية صوالح باش يباتوا، وفي نفس الوقت راهم مع بعض يكتشفوا ويصوروا داخل المستشفى. مع 12 تاع الليل دخلوا، وما حطوا رجلهم في الداخل ضربتهم ريحة قوية، ريحة الدواء مع الدم مخلط قديم، والأرض كلها كانت مغبرة وبقايا أدوات جراحية، والجدار قاع مشقين وبعدها مرسومين فيهم دوائر غريبة ومكتوبين فيهم كالطلب. كملوا دخلوا، كي وصلوا لقسم الجراحة سمعوا صوت سرير يتجرجر، كيما راهم في 4 تجمدوا في بلاصتهم. كي هزوا الضوء تاع الكاميرا بان واحد في الممر طويل بزاف. شافوا شخص لابس طبلية بيضاء وواقف بعيد، وجهه ممسوح ما عندوش ملامح. كل ما يقربوا ليه الممر هذاك يطول كتر وكتر. واحد فيهم بدا يرجف ويقول والله نشوف الناس يتحركوا في الغرف. وكي داروا شافوا كرسي متحرك في الممر يمشي وحده، ما كانش قاع اللي يخرف فيه وما كانش قاع اللي دار من جهته. شويه والاصوات هذه كثرت، بداو يسمعوا السكات تاع المرضى، ضحك تاع اطفال صغار، بكى، ما فهموا والو. وفجأة الباب اللي دخلوا منه تبلع بقوة. كي جاو يحاولوا يفتحوه، جا واحد فيهم قال لهم خلوني انا نسيي نفتحه. كي حاول يفتحه
حس بيد باردة راهي شادته من كتافه، حسب صاحبه راه شاده. كي دار لقى يد خارجة هاكا من الظلام، بالخلعة قعد يصكي ويضرب في الحيطان حتى طاح وفقد الوعي تاعه. كي حاولوا يفيقوه جسمه برد خطرة واحدة وحل عينيه، بصح عينيه كانوا كامل كحلين، وهدر معاهم بصوت غريب ومخيف. قال لهم: المستشفى هذا تاعنا، واللي دخل ما يخرج. حتى بدا واحد من صحابه يقرأ قرآن بصوت عالي، والحيطان ولاو يتحركوا، وهذيك الكتابات الحمراء اللي كانت مكتوبة في الحيطان ولات تسيل كالدم الجديد. وفي وسط هذا الرعب والجحيم اللي راهم عايشينه، تاني واحد اخر من صحابه زاد طاح لهم. كي نوضوه قالهم كامل راهم هنا واقفين. كيما راهم في ربعة جابوا كل قوتهم وهربوا، قعدوا يحوسوا من يخرجوا على خاطرش الباب اللي دخلوا منه تبلع. لقاو تاقة مهرسة خرجوا منها بالسيف، بصح المفاجأة كي هبطوا منها لقاو رواحهم كي شغل. هذاك المكان دار عليهم حلقة ما عندهاش مخرج. راحوا قعدوا يجروا حتى لقاو باب مهرس قديم. كي حلوه وخرجوا تماك عادك حسوا رواحهم رجعوا للواقع. بصح القصة ما حبستش هنا. دير جامو ابوني، دير باش نكمل لك. واحد منهم ملي خرجوا برا وهو يضحك ضحكة مخيفة، ما بغاش يحبس من الضحك. قاع رجعوا لديارهم للجزائر عادي، غير هو رجع مبدل، ما ولاش كيما كان بكري. ولا يفيق في الليل يعيط ويكتب رموز غريبة في الحيطان تاع بيته، يهدر ويتحاور كشغل واحد راه يهدر معاه وهو وحده في البيت. ولا عايش غير في بيته، ما يخرج، ما يقرا، ما ياكل، ما والو، وقاعد غير في الوسخ، وشعره قاعد هاك وهو نقص. كل شي تبدل، ولد حالته حالة. ولا من الطبيب للطبيب، من الراقي للراقي. صحابه بسمحوش فيه، راهم واقفين معاه وراهم يعالجوا فيه. والمستشفى هذاك الى يومنا هذا مازال مهجور، واللي يدخل له يا اما يخرج ناقص عقل، يا ما يخرج كاع يولي واحد منهم.